السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. ورشة عمل لتقييم جودة بذور البطاطا. دعم رياضي لمؤسسات التعليم العالي والبحوث. جهود لتوفير مياه الشرب لضاحية قرقف ومديرية كلوج. روسيا تعلن تعزيز التعاون العسكري مع دول الساحل الافريقي. واشنطن تدعو اعضاء الناتو الى زيادة الانفاق الدفاعي. أوبك بلاس يسرع خطة رفع إنتاج النفط تدريجيا والأسعار تتراجع. إلى التفاصيل. عقدت وزارة الزراعة ورشة عمل يوم 3 أبريل في أسمرة تقييم مسودة تعليمات ضمان جودة بذور البطاطا. وأوضح المدير العام لقسم خدمات القوانين والرقابة في وزارة الزراعة سيد تخلاب مسقنة في الورشة التي شارك فيها خبراء تنمية الخضروات والفواكه من الوزارة والأقاليم وكلية الزراعة. أوضح بأن ورشة العمل هي جزء من أنشطة اللجنة الوطنية التي انطلقت في العام 2014 لنشر بذور البطاطا. وقال أن البطاطا من الأنواع الغذائية الهامة في البلاد، وقد تم إعداد مسودة التعليمات للأهمية في توزيع البذور عالية الجودة. وذكر في الورشة بأن وزارة الزراعة ظلت تعمل في سد احتياجات البذور بتنميتها والاستيراد عند النقص. وطالبت التعليمات المزارعين على استخدام البذور التي مرت بالأبحاث والتحقق من ضمان جودتها. وبحث ورشة العمل مدى استمرارية نوع البطاطا وكيفية الحفاظ عليها ومراقبة ومتابعة إنتاجيتها. وأوصت الورشة إلى القيام بالمراقبة في مخازن البطاطا الخاصة وتوضيح مصادر البطاطا ووجود مراجع لأدوية وأمراض وآفات البطاطا، والقيام بحظر ومراقبة عالية للأمراض الفيروسية الخطيرة. يعرف بأن طلبات البطاطا التي تأتي في المقدمة مع الذرة الشامية والأرز والقمح على مستوى العالمي، ويتم زراعتها تجريبيا في البلاد حاليا في المنخفضات بعد أن كانت مقتصرة على المرتفعات. التقى حاكم اقليم عنسبة السفير عبد الله موسى اداري الضواحي المنتخبون في 8 مديريات الاقليم وبحث القضايا التنموية والإدارية. وأوضح السفير عبد الله موسى في الاجتماع الذي عقد في كرم في 3 أبريل الدور الهام لإدارة الضواحي في تنفيذ برامج التنمية، داعيا إلى العامل الفاعل لتنفيذ مهام الحكومة والشعب وإنجاح برامج التنمية الزراعية. وذكر بأن سدود المشيدات تساهم في تنمية المياه الجوفية والتنمية المروية، ويجب إصلاح مساقط المياه لضمان استمرارية خدماتها. وأشاد بالمساهمة والمشاركة الشعبية في إرساء وصيانة مؤسسات الخدمات الاجتماعية، وحث على العمل لتحصيل ضريبة المواشي والأراضي وتطوير الرياضة. يذكر انتخاب 162 إداريا في 81 إدارة ضاحية ب8 مديريات بإقليم عنسبة، أكثر من 40% منهم من الإناث. قدمت اللجنة الأولمبية الوطنية أدوات رياضية تقدر بحوالي 40,000 دولار لمؤسسات التعليم العالي والأبحاث. وقال رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية سيد ميكيل تخلى ميكيل في مراسم تسليم الدعم في 3 أبريل أن اللجنة تعمل لتعزيز الفرص والعون بتقوية علاقاتها الخارجية. وذكر أن الدعم سيعمل في تقوية النشاط الرياضي في الكليات ونقل القيم الأولمبية، داعيا الكليات إلى المساهمة في تطوير المعرفة للرياضة. من جانبها أوضح مفوض الثقافة والرياضة السفير زمد تخلي أنه يتطلب منح الاهتمام الخاص للتعاون مع المؤسسات التعليم العالي والأبحاث، مشيدا بمبادرة اللجنة الوطنية الأولمبية. من جانبه أوضح مدير معهد المؤسسات التعليم العالي والأبحاث الدكتور هيلي محسون أن تطوير القدرات والأنشطة الرياضية من ضمن مهام الكليات إلى جانب التعليم الأكاديمي، مناديا الطلاب إلى الارتقاء بقدراتهم الرياضية. وذكر سكرتير اللجنة الوطنية الأولمبية دكتور أمينة تخلي أن الدعم شمل مناشطة ألعاب القوة وكرة القدم، كرة السلة وكرة الطائرة والتنس الأرضي.
وكانت اللجنة الأولمبية قد قدمت عام 2022 دعما لمؤسسات التعليم العالي بقيمة أكثر من 22 ألف دولار حصلت عليه من اللجنة الدولية الأولمبية. يقوم سكان ضاحية قرقف ومديرية قلوج بنفير منظم ضمن مجموعات للمساهمة في مشروع توفير مياه الشرب في المنطقة. وأوضح مدير الضاحية السيد عبد الرحمن ياسين أن المشروع يقوم تنفيذه مشروع الدهل التنموي لحل مشكلة مياه الشرب التي ظل المواطنون يعانون منها، وأن مشاركة السكان بالنفير بتنظيم مجموعات يساهم في الإسراع لإنجاز المشروع. كما أشاد السيد عبد الرحمن بدور وحدات قوات الدفاع في إنشاء المشروع، وأنه من المتوقع أن تحل مشكلة توفير المياه للاستعمال المنزلي والماشية. وأضاف قائد الكتيبة فرج عمر ومسؤولة اتحاد المرأة بالمديرية السيدة لطوة حيلون بدورهم أن النساء كن في من يعانين من هذه المشكلة إذا كانت على عاتقهن جلب المياه للاستعمال المنزلي، وفي الوقت نفسه يقومون تشجيع العاملين في المشروع عبر مختلف المهام والأنشطة. ويشمل المشروع مد خطوط بطول 8 كيلومترات وشبكة توزيع مياه في 20 نقطة توزيع وخزان المياه إلى جانب نقطتي شرب للماشية بتوفير مياه الشرب الصالحة للشرب. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. أعلنت روسيا عن تعزيز تعاونها العسكري مع تحالف دول الساحل الإفريقي مالي وبوركينا فاسو والنيجر خلال زيارة تاريخية لوزراء خارجية الدول الثلاث إلى موسكو. وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال لقائه مع نظيره المالي أن التعاون بين البلدين يزداد قوة في المجال العسكري، مشيرا إلى وجود تعاون فعال بين الجيشين الروسي والمالي عبر برنامج تدريبي مشترك دون الكشف عن المزيد من التفاصيل. من جانبها أشاد الوزير المالي بالتعاون العسكري مع موسكو واصفا إياه بأنه يسير بشكل جيد على أرض الواقع، معربا عن شكره لروسيا على دعمها المستمر. وعقد لافروف لاحقا اجتماعا ثلاثيا مع وزراء خارجية الدول الإفريقية الثلاث حيث أكدوا رغبتهم في بناء شراكة ديناميكية وندية مع موسكو. ووصف وزير الخارجية النيجر بوكوريارو سنغاري اللقاء بأنه حدث تاريخي ونقطة تحول في علاقات بلاده مع روسيا. أكد وزير الخارجية الأمريكي مارك رابيو على ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي من قبل أعضاء حلف شمال الأطلسي الناتو في وقت تشهد فيه العلاقات داخل التحالف توترا بسبب السياسات الأمريكية الجديدة. وقال رابيو في كلمته خلال اجتماع وزراء خارجية الناتو في بروكسل: نريد أن نقادم من هنا ونحن مقتنعون بأننا نسير على طريق واقعي يلتزم فيه كل عضو برفع إنفاقه الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، في إشارة واضحة إلى توقعات الإدارة الأمريكية من حلفائها الأوروبيين وكندا. وخلال زيارة سعى روبيو وسفير الولايات المتحدة لدى الناتو إلى طمأنة الحلفاء القلقين بشأن التزام واشنطن تجاه الحلف، حيث قال للصحفيين قبيل بدء الاجتماع أن الولايات المتحدة كانت ولا تزال فاعلة في حلف الأطلسي. وافق 8 دول في حلف أوبيك بلس على المضي قدما في خطة رفع إنتاج النفط بزيادة بمقدار 411 ألف برميل يوميا في مايو، في قرار غير متوقع دفع أسعار النفط لمواصلة خسائرها. ووصل النفط الذي تراجع فعلا بأكثر من 4% بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية على شركاء تجاريين انخفاضه بعد بيان أوبيك، مع تراجع خام برنت بأكثر من 6% إلى $70 للبرميل. وكان من المقرر أن ترفع 8 دول أعضاء في أوبيك بلس المجموعة التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبيك وحلفاء بقيادة روسيا إنتاج النفط بمقدار 135 ألف برميل يوميا في مايو ضمن خطة للتخفيف التدريجي لإحداث خفض لإنتاجها. وقالت أوبك في بيان ذاته أن الدول الثمانية ستجتمع في 5 مايو المقبل لاتخاذ قرار بشأن إنتاج يونيو.
انطلقت في كاغالي عاصمة رواندا أعمال القمة العالمية الأولى للذكاء الاصطناعي في أفريقيا تحت شعار الذكاء الاصطناعي من أجل أفريقيا. وتنظم القمة برعاية مركز الثورة الصناعية الرابعة ووزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار في رواندا بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي. ويأتي تنظيم هذا الحدث بالتزامن مع التوقعات الاقتصادية التي تقول أنه في حدود 2030 سيضيف الذكاء الاصطناعي إلى الاقتصاد العالمي نحو 20 تريليون دولار، يشكل نصيب القارة الإفريقية منه 2.9 تريليون دولار. كما يتوقع المتخصصون أن يساهم عصر الذكاء الاصطناعي في انتشال 11 مليون إفريقي من الفقر وخلق 500 ألف فرصة عمل سنويا. وعلى مدار يومين متتاليين سيتناقش القمة الآفاق التي تتجه منظومة الذكاء الاصطناعي وفرص الاستفادة من الشراكات الإقليمية والعالمية. تذكير بالعناوين مرة أخرى. ورشة عمل لتقييم جودة بذور البطاطا. دعم رياضي لمؤسسات التعليم العالي والبحوث. جهود لتوفير مياه الشرب لضاحية قرقر ومديرية قلوج. وروسيا تعلن تعزيز التعاون العسكري مع الدول الساحل الإفريقي. واشنطن تدعو الأعضاء الناتو إلى زيادة الإنفاق الدفاعي. أوبيك بلس يسرع خطة رفع إنتاج النفط تدريجيا والأسعار تتراجع. وصلنا إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.